ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بقى صينيه الشبكه دي. الصينيه دي طبعا غير تقليديه خالص. الصواني اللي احنا عارفينها بتاعه الشبكه حاجه، ودي حاجه تانية. الصينيه دي طالعه ترند السنه دي، الصينيه المرايه، اكيد كلكم عارفينها. الحاجات اللي انا هوريها لكم دي الحاجات اللي انا بزين بها المرايه. طبعا الورد ده ورد صغير كده، وورد كبير في اشكال كتير زي ما انتوا عايزين يعني. ده اللي بعده ده فروع. في فروع لونها بني كده، وفي فروع دي ذهبي، وفي فروع بيضة برضو. والخرز الصغير ده اللي انا بزين بيه الورد في النص كده. ودي فراشات برضو، في منها احجام صغير وكبير. طبعا انا جايبه جميع الاشكال. ده لولي نص. في منه اوف وايت وفي منه لون ابيض، انا حبيت ان انا اعمل بالاوف وايت. وده امير، الامير ده بيمسك كويس طبعا. في برضو لزق تاني، بس هو بصراحه كان خلصان من عندي يعني. ده او ده يعني الاتنين بيمسكوا الحاجات كويس فيها. بدأت بقى ان انا اخد اللولي كده وارصه جنب بعضه. هعمل 3/4 الدايرة يعني، انا مش هعملها كلها، هسيب مكان بس في الجنب اللي انا احط فيه الورد. هبدأ احط امير كده، وابدأ ان انا اثبت واحدة ورا واحدة من اللولي. يا ريت يا جماعه وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك كمان على الفيديو، زي ما بقول لكم في كل فيديو. لو في اي حاجه حابين تسالوني عليها اكتبوا لي في الكومنتات، وابعتوا لي على رقم انا منزله لكم رقمي في الوصف، لو في اي اوردر او اي حاجه عايزين تطلبوها. ولو في اي فكره في دماغكم حابين ان انا انفذها لكم برضو اكتبوا لي، وانا والله على قد ما اقدر يعني ان انا اصور لكم فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. معلش بقى، هي الاضاءه جايه في المرايه وانا ما خدتش بالي والله غير بعد ما خلصت التصوير خالص. انا ماسحه المرايه طبعا كويس جدا، بس هي الاضاءه هي اللي مديه ان المرايه مش نظيفه شويه من تحت. بس دي الاضاءه يعني. طبعا اسماء الخشب دي انتوا طبعا بتبقوا عاملينها عند اي حد بيعمل خشب حفر ليزر. بتجيبوا الاسماء اللي انتوا عايزينها بقى على حسب عربي انجليزي، على حسب المقاس اللي انتوا عايزينه. انا حطيت كده الاسمين. هبدأ بقى ان انا اظبطهم، او جيبوا مسطرة وحددوا بالظبط على قد ما تقدروا ان الكلام يطلع مظبوط يعني، ما يبقاش فيه حاجة معوجة او كده. هبدأ برضو ان انا اجيب الامير والزق بيه بقى بعد، بس طبعا لازم ارص الكلام وارص كل حاجة انا هعملها الاول. وابدأ اجيب حتة بحتة كده، وابدأ ان انا الزقها. لان انا لو عملت اي حاجة كده طبعا مش هيظبط خالص. والاحسن برضو ان في كلام كده يعني الراجل بيكون عامله، ان الكلمة بتكون ماسكة بعضها، ده هيسهل عليكم الدنيا احسن من كل حرف لوحده كده. بيكون صعب قوي، الواحد يعني بيتعب بجد على بال ما بيظبطها. وحاولوا انتوا بتعملوها ان انتوا ما تكتروش في الامير، عشان الامير بيمسك بسرعة قوي، وبعد كده مش هتعرفوا تظبطوا، لو في اي حاجة لزقت غلط مش هتعرفوا تحركوها من مكانها تاني. انا ما بخلش عليكم باي حاجه في الفيديو، بس انا لازم الاقي تفاعل، ولازم الاقي كومنتات كتير واسئله وكل حاجه، عشان ان انا افيدكم باللي اقدر عليه. انا بدات كده ان انا اجيب الورد الصغير ده، هبدا ان انا الزقه. ال- طبعا التزيين بالورد والحاجات اللي بيكون في الجنب ده يعني على حسب ذوقكم، مش في حاجه معينه انتوا بتمشوا عليها مثلا، او نمط بتمشوا عليه، لا. هو بمزاجكم يعني. اهم حاجه ان الشكل في الاخر يطلع شكله كويس. لو في حاجه عايزين تشيلوها تزودوا ورد براحتكم بقى على حسب. انا بدات ان انا احط ورد كده. انا ثبت بالامير زي ما قلت لكم، في لزق تاني هبقى انزل لكم صورته، بس هو كان خلصان من عندي. بس انا لزقت بالشمع قصدي، وبعد كده هبدا ان انا اثبت الورد ده بامير كده عشان يثبت كويس. بس طبعا الحاجات دي برضو مهما كان يعني بتكون عايزه محافظه جامده. مش لا يعني ما ينفعش مثلا ان احنا نبقى لازقينها كده، وان انتوا تأهملوا فيها او تشيلوها بطريقه مش كويسه، لا.
طبعا وانا بلزق الشمع اللي هو طبعا الحتت الرفيعة اللي جت على الخشب دي كلها من الشمع. بس انا بحب ان انا اثبت بيه الاول، وبعد كده لما بكون عايزة اثبت بامير او باللزق التاني اي حاجة بتثبت كويس. بس الشمع بيسهل معايا الدنيا بيخليني اخلص اسرع يعني. الخرز بقى الصغير ده اللي انا هبدأ بقى ان انا احط في نص الورد كده، كل وردة احط فيها خرزة. ده كده شكلها في الاخر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا رب تكون الفكرة عجبتكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.